نستقبل سويا عاما ميلاديا جديد نتمنى فيه أن يعم الأمن والأمان في كل أرجاء العالم وفي سوريا وفي مناطقنا شمال وشرق سوريا على وجه الخصوص. ونتمنى عودة لكل اللاجئين والنازحين إلى منازلهم في كل أرجاء سوريا، مؤكدين على بقائنا حصنا منيعا للحفاظ على مكتسبات الثورة والشعب التي تحققت بفضل دماء شهدائنا الأبرار الذين رسموا لنا خط التضحية والفداء. شهد العام 2019 مراحل عدة كان لها بالغ التأثير على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وأيضا كان منها إعلان القضاء على داعش عسكريا في المعركة الأخيرة في بلدة الماغوز آخر معاقل داعش بفضل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وجميع الفصائل والمجالس المحلية المنضوية تحت راية قوات سوريا الديمقراطية. لتبدأ بعدها المرحلة الثانية في القضاء الكامل على التنظيم من خلال ملاحقة فلوله وخلاياه النائمة التي تعمل على ضرب الاستقرار في عموم مناطق شمال وشرق سوريا. ولتبدأ قواتنا وقوات سوريا الديمقراطية بحملة ملاحقة الخلايا الإرهابية والقبض عليها ليعم الأمن والأمان نسبيا في مناطقنا. ولكن كل ما ذكر لم يعجب دولة الاحتلال التركي، فبدأت بشن حملة عسكرية على مناطقنا في سريكانية وغريسبي بحجج واهية، حيث ثبت وبالدليل القاطع أن السبب الرئيسي للعدوان هو تخفيف الضغط على فلول وخلايا داعش وإعادة إنعاشه من جديد. فاحتلت الكثير من المناطق كسريكانية وغريسبي وريفيهما، وهجرت المئات والآلاف من المدنيين، وتسببت باستشهاد المئات من قواتنا بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية. وفيما قدمت قوات سوريا الديمقراطية المثال الأعلى للتضحيات ضد أعتى جيوش العالم ومرتزقة ما يسمى الجيش الوطني، واستخدمت فيها قوات الاحتلال التركي الأسلحة المحرمة دولياً كالفسفور الأبيض وغيرها. ولا ننسى مشاركة قواتنا قوى الأمن الداخلي الأسايش كتفاً إلى كتف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في الذود عن اضطراب أرضنا في مناطق سريكانية وتلتمر وغريسبي وعين عيسى، وقدمت العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى الأبطال. وعلى الرغم من الحرب البربرية التي شنتها تركيا ومرتزقتها، لم تتوانى قواتنا في العمل ليل نهار وبأقصى الطاقات للحفاظ على الأمن والاستقرار وملاحقة الخلايا النائمة وعناصرها وكل من يقدم المساعدة له. إننا في قوى الأمن الداخلي الأسايش في شمال سوريا نؤكد بأن كافة أقسامنا عملت وتعمل ليل نهار مؤدية الواجب الملقى على عاتقها دوما، حيث حققت قواتنا زيادة بنسبة 20% في عدد الأعضاء، بالإضافة إلى استمرار أكاديمياتنا المتخصصة التي بلغ عددها 16 أكاديمية منتشرة في كافة مناطق شمال وشرق سوريا بتخريج الدورات العامة والتخصصية، والتي بلغ عددها 86 دورة وضمت 7493 عضواً وعضوة، فيما ارتقى 96 عضو من أعضائنا إلى مرتبة الشهادة، وأصيب 141 عضواً بإصابات مختلفة، بعض منهم إصاباتهم مستديمة. وفيما يلي نوجز لكم حصيلة إنجازات قواتنا في هذه السنة، وهي على الشكل التالي وحسب الأقسام والاختصاصات المختلفة. بداية، مكافحة الجريمة المنظمة،
تمكنت قواتنا في مكافحة الجريمة المنظمة من الكشف عن 570 جريمة سرقة، 118 جريمة قتل، و525 جريمة متعلقة بالمخدرات، منها 219 ترويج و306 تعاطي، وإحباط 70 عملية تهريب آثار، و207 عمليات تهريب محروقات، و131 عملية تهريب ممنوعات، و380 عملية تهريب أشخاص خارج مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى متابعة جرائم الإخلال بالآداب العامة، وكان منها 21 جريمة اغتصاب و53 جريمة دعارة. أيضا تم الكشف عن 40 جريمة فساد إداري، و70 عملية نصب واحتيال، ومصادرة 76 سلاح غير مرخص، و91 شروع بالقتل، و20 حالة انتحار، وضبط 265 عملية تزوير أوراق، و78 عملية تزييف عملة، والكشف عن ملابسات 41 عملية تشريح، و26 عملية خطف. جهاز الأمن العام، حيث بلغ عدد الخلايا النائمة التي تم إلقاء القبض عليها 120 خلية، وتم توقيف 644 إرهابي. واستطاع قسم الهندسة في جهاز الأمن العام من تفكيك 135 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى تفكيك 10 دراجات نارية و6 سيارات مفخخة موزعة على الشكل التالي: في الجزيرة سيارتان و8 دراجات نارية، في الرقة سيارة، وفي دير الزور 3 سيارات ودراجتان. وبلغ عدد التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كامل مناطقنا 358 تفجير بمختلف أنواعها. وبلغ عدد العمليات المشتركة في متابعة الخلايا الإرهابية مع التحالف الدولي 80 عملية خلال هذا العام. أمن الحواجز، فيما يخص قسم أمن الحواجز فقد بلغ عدد الحواجز بشكل كام 367 حاجز، وهي موزعة على الشكل التالي: 163 حاجز في إقليم الجزيرة، 71 حاجز في إقليم دير الزور، و56 حاجز في إقليم الرقة، و35 حاجز في إقليم الفرات، و18 حاجز في منبج. كان منها 34 حاجز جديد الإنشاء، وهي موزعة على التالي: الجزيرة 13 حاجز، دير الزور 4 حواجز، الرقة 4 حواجز، ومنبج 3 حواجز. كما بلغ عدد النقاط الثابتة لأمن الطرق 4 نقاط، وهي موزعة أيضا على الشكل التالي: نقطة في قبكة وتلكوشة وقريبري والشلبية. فيما بلغ عدد الموقوفين والمفرج عنهم الذين تم توقيفهم في جميع أقسام قوى الأمن الداخلي بكل إقليم حسب ما يظهر على الشاشة أيضا: إقليم الجزيرة 11,003 موقوف، و10,519 مفرج عنهم. إقليم الرقة 10,113 موقوف، و8,028 مفرج عنهم. إقليم الفرات 1,891 موقوف، و1,752 مفرج عنهم. منبج 1,448 موقوف، و1,432 مفرج عنهم. فرق الطوارئ والإسعاف، الحالات الإسعافية التي تم استقبالها
6653 حالة، وتمت الاستجابة إلى 1641 مهمة إسعافية، والاستجابة أيضا إلى 63 حالة حريق و108 تفجيرات، والاستجابة ل 197 حادث مروري. فرق هندسة الألغام: تمكنت قواتنا من تفكيك 8090 لغم، كان منها 42 حقلا للألغام، وتفكيك 35534 من القذائف بمختلف أنواعها، وأيضا الكشف عن 23 مستودع لتصنيع وحفظ الألغام كان يستخدمها عناصر داعش، وتفكيك 34 آلية مفخخة ما بين صهاريج وسيارات ودراجات نارية. مديرية المرور في شمال وشرق سوريا: ازداد أعضاء بوليس المرور بنسبة زيادة قدرت ب 31% في منبج، و49% في إقليم دير الزور، و62% في إقليم الفرات، و40% في إقليم الرقة، و16% في إقليم الجزيرة. كما بلغ عدد مدارس تعليم القيادة السواقة 7 مدارس استطاعت استقبال 22578 متقدم لرخصة القيادة من الفئة الخصوصية، و14861 من متقدمين إجازة السوق العمومية، وبلغ عدد الناجحين منهم 24485 ناجح. كما بدأت مديرية الترافيك بمشروع نشر الشاخصات المرورية لما فيها من فوائد عديدة للحفاظ على السلامة المرورية، فقد توزعت الشاخصات على الشكل التالي: في إقليم الجزيرة 253 شاخصة مرورية، إقليم الرقة 165 شاخصة، وفي إقليم الفرات 890 شاخصة، و537 شاخصة تم وضعها على الطريق الدولي، و434 شاخصة في مدينة منبج وريفها. قوات النجدة أو أساييش النجدة: استجابت قوات النجدة على مدار العام ل 309 من الحرائق، كان منها 156 حريق في إقليم الفرات، و55 في منبج، و56 حريق في إقليم الجزيرة، و60 حريق في إقليم الرقة. كما قدمت النجدة المساعدة في 3209 حالة إنسانية كانت موزعة على الشكل التالي: 1229 حالة في منبج، 174 حالة في إقليم الفرات، و1652 حالة في إقليم الجزيرة، و154 حالة في إقليم الرقة. وشهدت مناطق شمال وشرق سوريا زيادة بنسبة 15% من حركة الدخول والخروج من وإلى مناطقنا، حيث بلغ عدد الحالات الدخول إلى مناطقنا 1,612,624، و838 و106 حالة خروج خارج مناطق شمال وشرق سوريا من كافة المعابر الحدودية الدولية والإدارية. قوى الأمن الداخلي المرأة: بلغت زيادة عدد عضوات قوى الأمن الداخلي المرأة بنسبة 30%، وارتقت عضوة واحدة إلى مرتبة الشهادة. كما تم تفعيل 3 أقسام رئيسية هذا العام: النجدة في إقليم الجزيرة، ولجنة تدريب المرأة، وإعلام المرأة. كما تم افتتاح أكاديمية خاصة بالمرأة باسم أكاديمية الشهيدة هيرة. وعقدت قواتنا قوى الأمن الداخلي المرأة أيضا كونفرنسها السنوي خلال هذا العام، والذي عملت فيه على وضع نظام داخلي واختيار شعار خاص بها. وقد تم ترميم
عدة دور توقيف وإنشاء 4 دور توقيف أيضا خاصة بالنساء في إقليم الجزيرة، وإنشاء 3 دور توقيف في إقليم الرقة. كما أنشأت وافتتحت 10 مراكز جديدة، 5 مراكز منها في إقليم دير الزور، و3 مراكز في منبج، ومركزين في إقليم الجزيرة. وكانت إحصائية عمل قوى الأمن الداخلي للمرأة لهذا العام على الشكل التالي: 9 جرائم مخدرات بين تعاطي وإتجار وترويج، عمليتين تهريب مواد ممنوعة وعمليتين لتهريب الآثار، و18 عملية تهريب للبشر، وأيضا 17 حالة قتل، و3 حالة انتحار، و4 حالات شروع بالقتل، وحالة تزوير أوراق رسمية، 5 جرائم تزوير عملة، و4 حالات هروب من المخيمات، و93 حالة هروب غير شرعي، و27 جريمة سرقة، وعملية تشريح واحدة، بالإضافة إلى 14 جريمة منافية للأخلاق والآداب العامة، و32 جريمة دعارة، و10 جرائم خطف وجريمة انتحال شخصية، و3 جرائم حالات فساد إداري، وجريمتين نصب واحتيال، و3 حالات اعتداء جنسي، و17 جريمة اغتصاب. وحيث بلغ عدد الموقوفات من كل الجرائم الآنفة الذكر 513 موقوفة.